السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. معاكم علي عبد العزيز وحلقة جديدة من خميس الجاي. النهارده هنتكلم في نقطة شائكة جدًا، وهي ليه معظم الclients أو العملا بقوا قلة الذوق. عشان تفهم الموضوع ده أو تفهم إيه اللي بيحصل لو أنت client ومش broker وحابب تعرف إيه اللي بيحصل وليه معظم brokers بقوا بيقولوا كده، أنت عندك دلوقتي إن أنت ممكن تكلم client تشرح له كل حاجة باستفاضة وبعدين ما يردش عليك، ده عادي ما فيهوش مشكلة. ممكن تحدد meeting مع client وبعدين قبليها بساعة يقول لك لا والله أنا مشغول أنا مش جاي. ممكن زي ما حصل معايا أنا مثلًا من كام يوم تحدد meeting مع client عند بيته وتروح له عند بيته عند الفيلا بتاعته وبعدين ما يردش عليك ويختفي يومين وبعدين يقول لك والله أنا آسف أصل أنا ما خدتش بالي من التليفون. فدي كلها حاجات قليلة الذوق، ولكن ليه إيه السبب بتاعها وليه هي بتحصل؟ طيب عشان نفهم الموضوع ده محتاجين نفهم حاجة كويسة أوي. أكبر 4 أو 5 شركات في مصر شغالين حاجة اسمها cold calls. cold calls دي يعني إيه؟ يعني أنا باقعد أكلم ناس اشترت أو ما اشترتش، مسجلة معايا قبل كده أو ما سجلتش، باقعد أكلمها على مدار الساعة كل يوم في نوعية من نوعية الضغط الشرائي، إن أنا باشرّيك غصبٍ عنك لإن أنت بقت دي جزء أساسي من يومك، إن أنت بتسمع ناس بتتكلم في العقارات معاك 3 أو 4 أو 5 مرات، فبالتالي بتبتدي إن أنت تسمع غصبٍ عنك. طيب الناس أكيد بتزهق من الموضوع ده، وبالذات الناس اللي فعلًا clients وفعلًا بيشتروا بفلوس كتيرة بيزهقوا جدًا، فبيبتدوا إن هم بيتعاملوا مع الأشخاص دول بقلة ذوق، فبيبقى بالنسبة لهم عندهم حتّة معيّنة هم لازم هيتعاملوا مع أي حد شغّالين الشغلانة دي بقلة ذوق، حتى لو أنت عملت معاهم warm up كويس، حتى لو أنت عملت معاهم أي حاجة. طيب هل ده ذنبهم والّا ذنب الbrokers؟ والله أنا شايف إن هو ذنب مشترك، يعني أنت ما يمنعش إن أنت تتعامل بما يرضي الله مع أي حد مهمًا كان إيه اللي حصل لك في حياتك، وما يمنعش إن أنت كbroker برضه تبقى فاهم حاجة زي دي، ما تاخدش على قلبك أوي. وبرضه طبعًا الشركات الأساس الغلط هي الشركات الغلطانة اللي هي بتعمل الكلام ده أصلًا من الأول واللي كانوا سبب في الحتّة دي. أنا علي عبد العزيز، ولو أنت حابب أي استشارة عقارية ممكن تسألني هتلاقيني بارُد عليك نصيحة لوجه الله، حتى لو أنت مش هتشتري معايا.